مرحبا واهلا وسهلا بكم، ورجعت لكم بفيديو لعيد الاضحى المبارك، وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات وصحة وعافية، وكل عام وانتم بخير يا رب. جيت هنا على المكان اللي اسمه يونيكلو مع ياسر عشان نشتري حاجة العيد، فخليكم معانا. قبل ما نمشي للفيديو بليز اعملوا اشتراك في القناة، وعيد سعيد عليكم. المكان فعلا يونيك وحاجاته كلها راقية وبتعجب، ولكن شوية غالين، وبكده ياسر لقى الحاجات اللي جا عشانها واشتريناهن، ومن هنا ماشيين على جاب. جينا هنا على تيم هورتن، كنت عايزة لي كوفي، وياسر قال عايز شوكولات كروساند وليمونيد، وبعد ذاك واصلنا شوبينج. وجينا على جاب عشان التيشيرت. المرة دي ما لقينا مشكلة في المقاسات، يمكن عشان بداية الموسم، داخلين على السمر، فمن زمان بشتري لياسر من جاب لأنه الماتيريال بتاعتهم حلوة والأسعار بتاعتهم مناسبة، خاصة لو في سيل. ودي الحاجات اللي مشينا أنا وياسر اشتريناها لشوبين العيد من المكان اللي اسمه يونيكلو أو يونيكلو. هو مكان ياباني، الستور ده ياباني، وحاجاتهم جميلة جميلة جميلة، لكن شوية برايسي. يعني ده شورت، جبنا 2 شورت. ياسر اختار شورت لأنه عندنا السمر، بداية السمر يعني حيبدأ قريب في شهر 6، لكن الجو حلو الآن زي الناس في كانوا عارفين. فالمهم اختار شورت لأنه الهدية بتاعته بتاعت العيد اللي اشتراها من اسمه شنو المكان، I already mentioned it، هتشوفيه في الفيديو ده. فاشترى هودي وبانس، فللعيد اشترى الشورتس دي، واحد أسود لبسه طبعا عشان ياسر ما بينتظر، وسوكس دي، ودي من هدايا العيد برضو اختي جابت لي فون كيس. فهي الحاجات اللي جبتها لياسر. فده المكان يونيكو، فحلوين، خامتهم جميلة 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 حلوة. وبعد طلعنا من يونيكلو مشينا على جاب.
لقيت عندهم سيل في الفليب فلوبس دي، ف بستعملهم للوضوء، فحلوين حلوين للسمر برضو. وشلت لياسر التيشيرت دي، اصلا العيد اللي فات برضو جبت لي منهم، فياسر حبيهم لانه من القطن I think 100% قطن، فحلوين. جبت منهم 2 الأسود والأبيض، فيا حلوين مع الشورت وللسمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يوم العيد وفطور العيد، صحيت بدري عشان اجهز الفطور. طبعا اليوم ده اجازة لنا كلنا عشان العيد طبعا، فصحيت اعمل الفطور قبل الصلاة لان ياسر ماشي صلاة العيد. فعملت طعمية بالسمسم وسموسة وحمص بزيت الزيتون وفرنش فرايز حسب ما أولادي بيحبوا يفطروا، وقطعت كنتالوب شمام وأبل تفاح. وبكده كان فطورنا بتاع العيد لأنه الوقت بدري. أما بالنسبة للضحية ففي كندا بتنطلب بنطلبها يعني، وبتستلم حسب المكان اللي طلبتها منه. اوكي، حبدأ معاكم الهدايا. اول هدية اللي هي بتاعت ياسر، والهدية بتاعته اختار براه من اوفيو ستور. فيلا نشوف الحاجات. اول شي الكيس ده كيس للتليفون بتاعه. فالكيس فون ده والاول فون كيس من شين. وده الهودي. اللون بتاعه لون بلاك واش بلاك كده، يعني ما بلاك خالص. هو فيه العلامة هنا بتاعت الأوفيو. يا كيوت. تاني حاجة البانس بلاك برضو كده، نوع فيه جيوب من السايدز. شكله كده. حلوين. وهذا البنسية اللي هو فيه العلامة بتاعت أوفيو. ودي كانت هدية ياسر. وهشارك معاكم الحاجات اللي جبتها من شين. طلبت حاجات كتيرة اللي هي خطيتها في الشنط هدايا يعني، ودي من ضمنها حاجاتي أنا اللي هي السليبرز ديلا. أجي أفتحها. شكلهم حلوين جميلين. أكتر شي عجبني من قدام هنا مو مفتوحين شديد. ما بحب الشبشب اللي بيطلع الأصابعين كده كلها توس يعني برا، فديل عجبوني حلوين. جبت منه
بالفضية وواحد بالبينك لسارة بدي. كمان برضو اخترت دي للايربورت اوتفيت، لكن ما عارفة لو حلبسها، ما عجبتني بصراحة. دقيقة افتحها اوريكم ليه. ما عارفة اللون ما عجبني، ما اللون اللي انا شفته بالضبط، ولا الخامة ما حلوة. حوريكم الصورة بتاعتها عاملة كيف في الصورة. هاخدها على الشاشة عشان تشوفوا انا كنت قاصدة شنو بالضبط. يعني الستايل هو لكن اللون والماتيريال ما ماتش الحاجة اللي انا عايزاها. عاملة كده، ما عارفة غاية لسه ما لبستها، شفتها حتى اعمل كيف، لكن مبدئيا اللون ما عجبني. ومعها البانس بتاع بانس الستايل بتاعه كده من تحت عريض كده. فصراحة اللون ما عجبني خالص، ولا هو بني ولا هو جراي ولا ما عارفة اللون خالص ما عجبني. بغيته. شوف الخاتم ده دقيقة اطلعه. باين احط هنا شوف دي اكتر. ايوه كده شكله حلو الخاتم، هتعجبني، لكن الاوتفيت لا. كمان هنا في هدايا جابها لي للعيد. طلعوا النكلس ده، عندي واحد قريب منه، هي حلو عجبني. والدلاية دي بتاعت مفتاح برضه حلوة. جيل نيل بولش، نيل بولش تاني جراي. عندي برضه قريب منه جراي، ده برضه بينكيش كده، برضه لون هادئ جميل. واثنين ليبستيك رافلون، تاني واحد ستي برضه الوان جميلة حلوة عجبتني. واخيرا دي ليب بلاش، نيكس ليب بلاش وايلاينر برضه نيكس، و ايبرو بنسل. هذه كلها حاجات انا محتاجة ليها للسفر لانه مسافرة. نسيت انكلود الكيس ده برضو، فون كيس جاني من واحدة من بناتي من شين، فجميل حبيته. وحابدأ لحمة العيد، ده تاني يوم من العيد. غسلت اللحمة كويس وخدت البهارات كورياندر، ليمون and pepper, cloves, black peppers, paprika, cinnamon, onion اللي هي قرفة، فلفل أسود، عارفة التاني اسمه شنو بالعربي، ليمون وفلفل أسود وكزبرة. واحتمال أحتاج للأويل أوليف أويل. يلا نبدأ شيت العيد، ولأنه بس احنا اتنين حناكل الشيء، نعرف التاني
هجوين us ولا لا؟ يلا نبدأ. كبيت البهارات ما كنت بصور، فهخليها شوية كده لأنه الحلة ما شايلها كويس، هغيره في الطاوة. يلا نشوف البحث الشباب. هنا الكبدة جابوا لي مقطعة، فنضفتها كويس وشلت الجلدة. الناس اللي بتطبخ الكبدة عارفين بتكلم عن شنو. في جلدة كده رفيعة بتكون في الكبدة، فما بناكلها نحن، فبشيلها برا. شلتها كلها، بعد ده هبدأ أطبخ. هستعمل نفس البهارات اللي هي ليمون مع بيبر، كلوفز، garlic، كورياندر، hot peppers، onion. هحط البهارات طوالي، هخليها تغلى شوية، هغطيها. هخليها تغلى actually كتير مشوية. هزيد سينمون، نسيت السينمون هضيفه، وشوية اويل. فزيت القرفة السينمون، هغطيه على كده. ودي اللحمة برضو هغطيهم، نخليهم شوية 10-15 دقيقة كده وارجع لهم. everything is good. بس هغطي على كده. كمان اللحمة لكن good برضو هغطيها 10-15 minutes. بعد ذلك هغير الحلة دي في حاجة أكبر من كده. وآخر حاجة خديت التوم كتير مع شوية. the rice almost done. اسمها شنو ده؟ الليفر هخليها شوية كمان. خديت garlic كتير، لأنه عارفين الليفر ريحتها ويرد كده. هنا عايز أعمل مكرونة لسه. يلا continue cooking. وأخيرا غدانا انتهى.